هنبتدي نرشها ميه وهنحطها في شمس، اللي هي بيقول عليها شمس مغربله، او بمعنى اصح لو عندكم شباك زي كده تحطوه وراها هتبقى حلو، او تطلعوها وقت المغربيه الشمس تبقى هاديه ولطيفه كده، او وقت الفجر. يعني انا ساعات كتير بطلعهم من بالليل اسقيهم على المغربيه واطلعهم بالليل، تاخدوا حبه شمس الصبح لغايه الساعه 11 كده وادخلهم كلهم في مكان دول. ده احسن حاجه للكارد لاين، لو حطوها تحت الشمس كل الطروف دي تتحرق. هو نبات حساس جدا، فلو هتتحرق من هنا اهوت خلاص كده النبته شكلها باظ. فاحسن حاجه ان انتوا تيجوا تحطوها في الشمس، ودي حاجات مهمه جدا. شمس الصيف ما تطولهاش خالص، يعني فعلا المغربيه يعني مثلا على الساعه 7 كده او 6 طلعها، تاخد الساعتين اللي هم قبل المغرب، او الصبح البدري نسيبها من قبلها بيوم بالليل، وتطلع على اول ما يطلع الفجريه كده بحبه شمس. احنا عارفين الشمس هنا بتبقى موجوده، الشمس بتبقى ضعيفه وخفيفه كده فتلحقها ايه، تاخد منها حبه شمس تبقى جميله. طب السقي، الكورد لاين من الحاجات اللي ما بتحبش تتسقى كتير، يعني لما تسقوها كتير جذورها تعفن، لكن لما تطنشوها وتسقوها لغايه لما التربه تبقى 70% او 80% ناشفه تبتدي تطلع خلفات. ده كده نتيجه اهمال من الاخر. يعني انا كنت مسافره وطنشت ان انا اسقيها كذا مره، فراحت ايه ابتدت تطلع خلفات. ليه؟ بتقولي انا هنا خلي بالك عليا، انا بطلع خلفات ومنتجه وشكلي جميل وبلبل بياكل ورقي. فاللي هو ايه يعني مالكيش حجه، لازم ايه تدلعيني وتسقيني وكده. فعلا ابتديت اسمدها وكده اهوت، فالكل الصغير اللي طالع ده ابتدى يكبر يكبر يكبر. وبقت بصوا مطلعه كام خلفه.